انت عارف اللي بيضايقك مش الموقف نفسه، اللي بيضايقك هي ترجمتك للموقف. وكل ما بتقل على نفسك وتترجمها ترجمة سلبية وتوصف نفسك مواصفات وحشة، ده بيوجعك اكتر. الحل ان انت تشوف المشهد زي ما هو، فلان قال لي كذا، هو مجرد قال كلمة، هو ده الموقف. بلاش اقعد قالها عشان انا قليل، عشان انا وحش، عشان انا ضعيف، عشان انا محتاج له. كل ده بيتقلها عليك قوي قوي قوي. ممكن تشوفها بوجهة نظر تانية، شوف هو قال كده ليه. يمكن في مشكلة جواه، يمكن هو تعبان، يمكن هو كذا، يمكن هو كذا. فترجمتك للمواقف هي السبب في اللي بيوجعك وبيضايقك. الأحسن ان انت تشوف لها ترجمة تانية، وتراقب تصرفات التاني وتشوف هو عمل كده ليه، بدل ما انت تقعد تنحر في نفسك ليل ونهار. فخلي بالك قوي من تفسيراتك للمواقف اللي هي طول الوقت فعلا بتأذيك، مش الحدث. كان معاك ودينا البكري.